ايوه يا جدع، هي دي الحلويات وهي دي المتعه وهي دي الاهداف. نزل عشان يجيب هدف الفوز، نزل عشان يجيب لنا الثلاث نقط. ابراهيم عادل النهارده يهدي للمنتخب المصري ولحسام حسن 3 نقط. ده ومش بس كده، الحصول على العلامه الكامله في المجموعه وتصدر المجموعه ورسميا صعود المنتخب المصري الى نهائيات افريقيا. بالنسبه بقى للناس الناقصه اللي طالعين فرحانين في اصابه محمد الشناوي، احب اقول لك يا ناقص انه لولا وجود محمد الشناوي النهارده كان زمانك شايل هدف ولا 2. محمد الشناوي تألق في مباراه النهارده رغم الاصابه اللي في دماغه. انا عارف بقى ان المنتقدين كانوا مستنيين تعادل المنتخب المصري علشان يسننوا اسنانهم على حسام حسن، ويطلعوا يقولوا حسام حسن مش نافع في تدريب المنتخب المصري. بس الحمد لله ابراهيم عادل كسفكو واداكوا على دماغه. بالنسبه بقى لحسام حسن، فحسام حسن كان بيلعب بخطه دفاعيه وكان رايح عايز نقطه عشان يصعد رسميا. ابراهيم عادل يديله ال3 نقط ويقول له خد يا عم الفوز اهو والعلامه الكامله في مجموعه. رساله بقى للمنتقدين، نفسي اعرف بقى هتقولوا على القنوات اخر الليل، اصل انتوا مش فاضيين غير في الانتقاد وتطلعوا ترند على حساب الانتقاد وتطلعوا تهروا وخلاص. نفسي اعرف هتهروا في ايه النهارده. بس كده، يلا سلام.